ده تالت فيديو من السلسلة بتاعتنا للمبتدئين عن ازاي نستعمل ارنولد. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن الرياليستيك شيدرز جوه ارنولد. يلا بينا. اول حاجة هتكلم عن السين سيت اب. عندنا كاميرا ارنولد كاميرا عليها بروتكشن تاج والفوكال لينس بتاعها 35، وعندنا ارنولد سكاي عليها HDRI image، وعندنا باك جراوند اوبجكت اللي هو الباك دروب اوبجكت من جوه السينما 4D، والاوبجكتس بتاعتنا سلندر وسفير. السلندر هتبقى البيز والسفير هنحط عليها الشيدرز علشان نتستهم. هنبتدي بان احنا نفتح الماتيريال مانجر، هندوس على الايكون دي، بعد كده هنروح لكرييت ارنولد سيرفيس وبعد كده ستاندرد سيرفيس. هنعمل ابلاي للستاندرد سيرفيس على السفير بتاعتنا ان احنا ندراج وندروب. بعد كده هنفتح الشيدر نتورك اديتور من خلال اللي احنا ندوس بالماوس ويل على الستاندرد سيرفيس، هنلاقي الشيدر نتورك اديتور اتفتح. هنعلم على الستاندرد سيرفيس شيدر جوه الاديتور، وتحت التاب بتاعت مين هنلاقي ماتيريال، جواها هنلاقي فيه 5 presets اولهم البلاستيك هندوس عليها. بعد كده هنرن الاي بي ار بان احنا ندوس على علامة البلاي ديت، وخلينا نغير لون البلاستيك بدل الابيض دوت، خلينا نختار لون ازرق شوية. هنختار اللون دوت. وعلشان نطلع realistic shaders دايما لازم نهتم بالرeflections وان هي تكون uneven وشكلها لطيف، وبنعمل كده من خلال ان احنا نستعمل textures علشان ندرايف بيها الريفليكشن على الاوبجكتس. انا مجهز التكتشر بتاعتي فهعمل لها دراج ودروب هنا. بعد كده تحت الكالر سبيس بدل اوتو هخليها رو. بعد كده من الاوتبوت بتاع التكتشر هنسحب وننزل على الستاندرد سيرفيس شيدر. من مين هنختار سبيكولر وبعد كده roughness. هنلاقي ان الريفليكشن ابتدى يقل في المنطقة اللي كانت منورة فوق على اليمين، بس احنا عايزين نشوف التكتشر بتاعتنا ازاي بتعمل لها بروجيكشن على السفير بالظبط. فهنعلم على التكتشر وندوس Alt W1، ده بيخلينا نشوف التكتشر ازاي معمول لها بروجيكشن على السفير بتاعتنا. واللايت ارياز اللي فيها ديت بتبقى rough والدارك ارياز بتبقى reflective. واحنا معلمين على التكتشر هندوس Alt Tab، بعد كده هنكتب RAM float ونختار النود ديت. بعد كده هندوس على input وهنختار all، هنلاقيها نزلت بالمنظر دوت. واحنا معلمين على الرام فلوت نود هنغير التايب بدل يو هنخليها custom. وبعد كده في الرام بتاعت هندوس على show in separate window، هيفتح لنا الكيرف في ويندو لوحدها. الدوت اللي فوق على اليمين بتتحكم في اللايت areas اللي هي كانت rough، فدي هننزلها لتحت ونخليها darker كمان شوية. وبعدين هنرجع تاني للشيدر نتورك اديتور هندوس عليه، وبعدين ندوس على ستاندرد سيرفيس، بعد كده ندوس Alt W1. هنلاحظ المناطق اللي هي كانت reflective رجعت reflective تاني زي ما كانت، وده علشان احنا خلينا المناطق اللي كانت lighter darker. خلينا نراجع تاني بان احنا نعلم على الرام فلوت نود ونخليها هي اللي ظاهرة، ندوس Alt W1. زي ما شفنا المناطق اللي كانت لايتر وبعدين بقت داركر خلت الريفليكشن من rough لريفلكتيف تاني، فبقينا شايفينها احسن ومور defined. خلينا نرجعها تاني بان احنا ندوس على show in separate window ونعليها على الاخر، نرجعها لايت زي ما كانت. وبعد كده هندوس على الستاندرد سيرفيس شيدر تاني ونخليه هو المين بان احنا ندوس على Alt W1. وزي ما احنا شايفين ده رجع تاني المناطق اللي كانت reflective لمناطق rough الريفليكشن فيها اكنه blurred. عشان نحسن الرياليزم بتاعت شيدر زي دوت محتاجين نحط بامب، فهنعلم في اي حتة فاضية وندوس Alt Tab، بعد كده نكتب بامب هيظهر لنا بامب 2D وبامب 3D. هناخد البامب 2D نود دبل كليك، هناخد الاوتبوت بتاعها وننزله على الستاندرد سيرفيس في البوكس الازرق. من مين هنختار geometry وبعدين normal، بس احنا مش حاطين لها input، الانبوت بتاعها هيبقى التكتشر بتاعتنا. هناخد التكتشر من بعد الرامب فلوت نود، يعني هنروح على الرامب فلوت نود وهناخد الاوتبوت بتاعها نسحبه ونحطه جوه البامب 2D نود. من المين هنختار بامب ماب،
هنلاقي الإفكت بقى زي ما احنا شايفين كده تقيل قوي. هنحتاج ان احنا ننزله شوية، نعمله reduce، هنعلم على البومب 2D node، ومنها من البومب هايت هنخليها 0.2، هنقلل بدل 0.2 نخليها 0.1 عشان ناخد الشيدر ده نخليه رياليستيك اكتر. ممكن نعمل ويفنس في الشيدر overall، يعني نعلم في حتة فاضية وبعدين ندوس كنترول تاب ونكتب نويز، نختار كلمة نويز هنلاقيها نزلت، واحنا معلمين عليها هندوس Alt W1، نروح لكوردينيتس ونخلي السكيل بتاعها 15. بعد كده واحنا معلمين عليها هندوس كنترول تاب، هنكتب بامب ونختار بامب 2D، نختار بامب ماب، هنسيب البامب هايت زي ما هو سنتي، ومن البامب 2D نود الجديدة هنسحب وننزلها على القديمة، ومنها نختار main وبعدين normal. هنروح على الستاندرد سيرفيس نعلم عليه وبعدين ندوس Alt W1، وبكده هنشوف الإفكت بتاع النويز، بس هو محتاج يقل شوية. فهنعلم على النود بتاعة البامب 2D التانية، وبدل 1 هنخليها 0.3. هسيبها ترندر وأوريكم الفاينل ريندر. الفاينل ريندر عندنا هيبقى حاجة بالمنظر ده كده، وبكده هنكون خلصنا البلاستيك شيدر. خلينا دلوقتي نعمل ماتريال زي الجلد. هنروح ل Create Arnold Surface Standard Surface، هنعمل Apply للماتريال على السفير، وهنفتح الشيدر نتورك اديتور بتاعها. وبعد كده هننزل الليذر تكتشرز بتاعتنا. الرفنس هنغير الكالر سبيس بتاعتها لرو، والبيس كالر هنغير الكالر سبيس بتاعتها ل sRGB، ومن الاوتبوت بتاعت البيس كالر هننزلها على الستاندرد سيرفيس، بعدين مين بيز هنختار كالر، والرفنس هننزلها برضو على الستاندرد سيرفيس تحت مين سبيكولار رفنس. بعد كده هنعلم على الاتنين textures ونروح ل UV coordinates، وبدل السكيل ما هو 1 هنخليه 0.2، وبعدين هنعلم على الرفنس لوحدها وهندوس كنترول تاب نكتب بامب وندوس انتر، وبعدين نختار بامب ماب. بعد كده هنعلم على النود اللي فيها الرفنس ماب، ومن الاوتبوت بتاعها هنحطها في الرفنس. بعدين هنروح للبامب 2D نود نسحب من الاوتبوت وننزلها على main geometry normal، نعلم على البامب 2D نود تاني ونقلل البامب هايت بدل 1 نخليه 0.5. بعد كده نعلم على النود اللي فيها رفنس ماب وندوس كنترول تاب تاني، وبعدين نكتب ramp float وندوس enter، نختار input، وبعد كده نختار standard surface roughness. تحت التايب بدل ما هي U هنخليها custom، وبعد كده هندوس على show and separate window. هناخد الكيرف نكبره شوية، وبعدين هناخد النقطة اللي تحت على الشمال نطلعها لفوق شوية علشان نقفل ال reflective areas شوية. هنسيبه render وهوريكم الفاينل result. دي كانت الفاينل result للشيدر بتاع الليذر. خلينا نبتدي في آخر حاجة هو الشيدر بتاع الخشب. كالعادة هنروح لقائمة create وبعدين Arnold وبعدين surface standard surface ونعمل له apply على السفير. هنفتح الشيدر نتورك اديتور بتاعه. بعد كده هننزل التكتشرز بتاعة الخشب وهنظبط الكالر سبيس بتاعهم. الالبيدو اللي هي فيها الكالر هتبقى sRGB والرفليكشن هتبقى رو. هناخد الالبيدو ونحطه في الستاندرد سيرفيس شيدر في بيز كالر، وهناخد الرفليكشن ونحطه في الستاندرد سيرفيس شيدر في مين سبيكولر وبعدين رفنس. كده لسه فاضلنا ان احنا نقاد البامب بتاع الخشب. هندوس في حتة فاضية وبعدين ندوس كنترول تاب هنكتب بامب ونختار بامب 2D. هناخد الاوتبوت بتاعها ونحطه في الستاندرد سيرفيس شيدر، هنختار مين وبعدين هنختار جيومتري نورمال.
هناخد من الريفليكشن ونحط في الانبوت بتاع البومب 2 دي نود. هندوس على المربع الازرق، نختار مين وبعدين بومب ماب. خلينا نقول ان احنا محتاجين نشوف reflective wood. كان في طبقة من الريفليكشن على الخشب نفسه، فهنعلم على النود بتاعة الريفليكشن وندوس كنترول تاب ونكتب ramp ونختار ramp float. بعد كده هنختار input وبعدين نختار standard surface roughness. هنعدل بدل اليو هنخليها custom ونختار show in separate window. هناخد الكيرف نحطه هنا، نعلم على الدوت اللي فوق على اليمين وننزلها لتحت، نخليها حوالي 0.5. هنعلم على الدوت اللي تحت على الشمال ونرفعها لفوق نخليها حوالي 0.2. هسيبه يرندر وهوريكم النتيجة النهائية. ودي كانت النتيجة النهائية بتاعة شيدر الخشب. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعة الشيدرز. أتمنى تكون عجبتكم.